مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيفه وكيعلموها باش تحضر معنا البرنامج رمضان شو، توك خفيف ظريف اللي فيه كيشارك مراد الفطور مع الجمهور. ومن خلال هذا البرنامج كيطلب من الضيف يوهموا الناس انهم صايمين واخا هما مصورين البرنامج قبل رمضان. الضيفه كتجمع عليها ما بها باش تحضر في برنامج شو، ولكن اللي ما عارفاش هو ان مراد غيطلع عليها في كل فاصل من فواصل البرنامج وفكيها يا من وحلتيها. حلقة جديدة من حلقات برنامج رمضان شو. رمضان شو كيستضيف هذه الليلة نجمة التلفزيون المغربي الفنانة الشابة ندى هداوي. مرحبا بك، تجي معنا. أنا فرحان حيت غنفطر معك اليوم. أنا فرحانة. أنت حق عليك رمضان كتصومي؟ واش بان لك؟ كتبان لي باقا صغيرة، علاش عندك من عام؟ يلا درت 24. كوب عافاك. الكونسيبت ديال البرنامج دابا نهضروا شوية قبل الفطور، ما عندناش الحق ناكلوا، من بعد كيأذن ومن بعد كنفطروا. ما ناكلش. علاش؟ حيت صايمة. ولكن من يأذن نفطروا. ما نقدرش ناكل حيت أنا صايمة. أنت صايمة بصح؟ صايمة بصح. فطري معانا وغدا. ويلي الشمس تنضيعنا النهار بين هذا. وكيفاش درتي انت المكياج؟ ما المكياج؟ انت صايمه ودايره المكياج؟ لا وحيت غادي نصور، ولكن المكياج راه ماشي زعما راه ما كناكلوش. دوز لي عافاك الاعداد. دابا واش هذا مشكل كبير زعما؟ واخا انا نشوف كيفاش ندير لها. انا ما فهمتش ماك دوز هاد الحاله وحق الله، وها انت مساكن حتى الناس اللي جالسين ما زعما ما فهمتش. نورمالمون برنامج خاصنا نشطو نضحكوا بيناتنا، هذا ما فهمتش زعما جالسين كنتعاطاو انا ويا قدام الناس زعما. حيت البرنامج خاصنا نفطروا وانت صايمه. ولكن انا ما فراسيش دابا. ها انت دابا واش علمناك سيمانه دابا؟ ما قلتوش لي كونسيبت ديال الفطور. واش سولتي وقالوا لك لا؟ باش انا غطيح ليا راه كونسيبت ديال الفطور مثلا، انا هذه ماشي خدمتي يا مراد. نورمالمون ديال الخدمه ديال الناس اللي كيقوموا باعداد البرنامج هما اللي خاصهم يقولوا لي فوالا البرنامج راه فيه ان كونسيبت ديال الفطور. هما غيعلموا عليك انك صايمه؟ لا ديك الساعه انا راسي ما غاديش نصوم بيان سور، اولا غادي الا كنت انا عواله غادي نصوم في ذاك النهار ونقولوا ماشي مشكل نجي صايمه. الا كان مشكل ما كنتش غادي نصوم على باز، ولكن انا ما يمكنش انا ناويه انني نصوم وصايمه هذا النهار وناكل، راه ما يمكنش. راه بحال الا كنت صايمه في رمضان وكليت راه حشومه راه حرام. جو سوي ديزولي مراد، ولكن ما نقدرش والله ما نقدرش ناكل. هذه هضره خاويه هذه. واخا هضره خاويه. دابا غنبداو. واخا انا نبداو دابا فيك الهضره بزاف. لا والله حيت اصلا عندي ما يدار مراد، انا ما غاديش نبقى انا النهار كامل هنايا في التورناج. جو سوي ديزولي ولكن لا. مراد. نعم مراد الله يخليك، نصوروا مع السيده قبل الفطور ومن بعد يحن الله. يا ربي تقبل لي هذا النهار، ويا ربي ما نتعصبش ونقول شي حاجه ماشي هي هذيك. عافاك تنحلوا هذا المشكل. عافاك هذا مالو؟ عرفتي شوف مراد راه فريمون انا والله ما يمكنش تضيع لي النهار، حيت والله الا عندي ما يدار. لا حول ولا قوه الا بالله. سمحوا لي. صافي انا غنبدا صاحبي. راه كاين مشكله صاحبي انها صايمه. وزوينه هذه مشكل انها صايمه، ما فهمتش واش المشكل حيت صايمه. واخا صافي. غنبداو من الاخر. دابا فريمون غنصور هادشي ولا نمشي بحالاتي؟ ما فهمتش. يلا ما يدوش فيك الصيام بهذا المكياج في اخبارك. وانت شغلك؟ دويتي معايا؟ معايا انا. هضرت معاك. انت شغلك ملي نكون اختك اجي تحكم فيا ولا مرتك اجي تحكم فيا. واخا سهله جيروان. سمحي لنا اختي ندى، حلينا المشكل. تفضلي اختي ندى وسمحي لنا. عافاك جمهور الله يخليك. ما يمكنش انا نكمل الحلقه مع بنادم داصر بحال هكا من الاخر مراد. عافاك الله يخليكم. الفنانه ديالنا نحترموها. الله يخليكم. شوفوا هادشي ديال السوق انا فريمون ما عنديش معاه. واحد من الجمهور من الصباح هو كيحل عليا فمو ساكته ليه. جيتيني انت وعافاك بركه من الصاره ديال والو. حنا كبرنا بك حاشاك. ما طلبتش منك اصلا تكبر بيا وما معيطاش لك كنقول لك عافاك دوزني في شي برنامج. وانا كندوي معاك وانت كتغوتي. وانا دير عليا الزمر ديالك. شتي انت فريمون ما جمعتيش فمك غادي نجي نجمع معاك بواحد جوج صرفيقات، حيت بيتيت ما كتعرفنيش كيفاش دايره. حيت ظريفه ولكن شي واحد مني كيقلل عليا الادب راه ما كنبقاش كنعقل. لاس نتايا شي شويه صافي. بساله ديال والو. عافاك نبداو هادشي 3 2 1 اي. لاله ندى هداوي، شنو ذنبي انا كجمهور نتفرج فيك وتفرضي عليا ونشوف نلوت عينيا بالاداء الفاشل ديالك؟ قالك تلوت عينيك بزاف عليك، قالك تلوت عينيك. اش هاد الهضره هادي؟ لا انا كنسول، انا مرايه ديالك الواقع. المرايه ديالي ولكن كنهضروا باحترام. انا صوت الجمهور، كنهضروا باحترام مع الناس. ما غاديش تقول لي كتلوتي حيت انا ما كنلوت حتى شي حاجه.
وقتاش غتحبسي هذه المهزله؟ شاد الهضره، شاد المستوى. لا انت ماشي التمثيل ديالك. واش هاد الهضره واش انت مريض كتعير فيا ولا مالك؟ التمثيل ديالك مهزله. انت اشنو؟ لا راي ديالي انا المرايه ديالك. تمثيلك مهزله لا يصلح حتى لا للاستماع ولا واش جو كخوا فريمون غادي نكمل معاك الهضره من بعد؟ لا ولكن كنقول لك الراي ديالي. انت انا كبرت فيك كسرتي عليا. قول الهضره اللي بغيتي. احترمي نفسك الله يرحم باك، احترمي نفسك. فريمون غادي تحطي يديك مراد، حيت قسما بالله اقسم يمينا ما كتعرفنيش مزيان، حيت انا ظريفه الحمد لله وقلبي كبير وكنسامحو، ولكن راه شي واحد كيهز عليا يديه راه ما غاديش نعقل عليه. 3 2 1 اي عفاك نساليو مع هاد المصيبه. عفاك والمصيبه هي اللي بغات تجيك ان شاء الله. نعم. واش قرب هي شي تمثيل جيبينها ليا؟ اش غندير بها انا؟ اش غندير بها؟ عفاك شوفي ما تعيرينيش. ندى فين هاد الميكرو؟ ندى لا ولا جيبك انا تعيريني. انصدق مصرفقك ولا نفيت عليك شي ضربه. عطيني التيساع. انت غتعاود تقول هذيك الكلمه قسما بالله تنشنق عليك. تمثيلك مهزله. تمثيلك مهزله. الزمر ديال والو. ما تقوليش لي الزمر الله يرحم باك. مراد عافاك بعد مني والله صافي عييت والله. لا نقول لك الجديد ديالك. عافاك عطوني غير حوايج خليوني نمشي بحالي والله صافي عييت. بعد مني عافاكم عطوني غير حوايجي. عافاك. وكيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها. مراد قنع الضيفه ديالو انها ترجع وتكمل البرنامج. مرحبا بك معنا ندى وصحة فطورك. تفضلي ندى. صحة فطورك. انا فرحان بك. انا درت لك الحسوه. انا موالف كندير الضيوف ديالي الحريره لانني شفت مع الاعداد وقال لي انت عزيز عليك تفطري بالحسوه. تفضلي مرحبا بك وصحة فطورك. عافاك غير قلت لي الله يرحم بك بحال اللي كتشربي. الله يجازيك بخير. لا غير بحال اللي كتشربي. شنو ندير ها شنو ندير بحال اللي كتشربي. نعمة الله هذه واش غنبقى لا بحال اللي كتشربي حنا كنمثلوا. نشوف يلا. راه ما شربتيش غير حاولي تحطي. لا حول ولا قوة الا بالله. قالك خذوا غير شي لقطه كتشربي. وصيمه راه ما غاديش نشرب ما غاديش ناكل. واش مراد هادو دابا غير اللقطه بحال اللي كتشربي. واخ هانت 3 2 1. الاجواء الرمضانيه ندى دابا بساليتي وحماضي. وبساليتي وحماضي. انت اللي كتطلب لي هادشي ديال الحموضه مراد. راه قلت لك ما نشربش اصلا زلاته خاويه. كنمثلوا على الناس غير كنمثلوا كنديروا باسنا. دونك عارف راسك كتمثل على الناس وجاي كتنتقدني انا كتقول لي كتمثلي على الناس. او ملي كنمثل هذاك التمثيل ديال بصح ما كنجيش نمثل على الناس في هذا الشيء. 3 2 1 شنو علاقتك بالجمهور؟ الجمهور انت عندك لي فالورز بزاف في الانستغرام بطبيعه الحال وكيتبعوك الناس. انت قدوه زعما. كيتبعوني الناس حيت كاين اللي كيبغيوني ولكن. حيدي التليفون عافاك. انت حيدي التليفون. بغيتي تقولي شي سؤال؟ تفضلي. ندى اختي عقلتي عليا. ما يمكنش ما تكونيش عقلتي عليا. عرفتي راه انا كندير نضاضر واقيلا ما كنشوفش مزيان. اجي نمشي واحد. نعم تفضلي. اجي الصوت بحال فايته سامعه. هذه من الجمهور. انا في هذا البرنامج كنحاول نعطي الراي للجمهور. تفضلي. سلام. شفتيني مزيان دابا؟ لا ما كنعرفكش. ما كتعرفينيش. لا دوزنا انا وياك كاستينغ ديال عقلتي. كاستينغ ديالاش؟ انا وياك كنا في نفس المستوى. ما غاديش تكوني انت احسن مني باش انت تقبلي فيه وانا لا ولا ما نعرف شنو. انا ماشي مشكل. انا اللي دارني دابا هو واحد النهار انا والوالده ديالي. جات الوالده مسكينه قالت لي صوريني معاها. مدات يديها هكا باش تصور معاها دفعتيها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تكذبيش الله يرحم باك. راس ملي كتكون ما تكذبيش قدام الجمهور حيت كاين الجمهور. الا انت ما كنتيش عاقله انا راه تقدري تكوني مستريس. لا ما نقدرش. حمين ومسكينه وياها هزها في قلبها. انا جيت على حاجه واحده. نعم. وحق امي ما غاديش يطيح. شنو علاقه المهمه ديالك؟ قول لي فين غادي فين غطيح في مصيده باين. عافاك جيب لي حوايج خليني نمشي بحالي حيت فريمون دابا ما غاديش نزيد. وصافي تطلعتي لي الدم يا ندى. صافي عطيني اتساع انت نيت. تضربيني. انا غادي نضربك. واش انت واش مريض ولا مالك؟ عطيني اتساع. انت تعايريني انا. ولكن المسخه جيبها لي دابا هنايا. الخلا اجي لهنا. ديك المسخه اجي هنا. دابا علاش كتضربي؟ علاش كتضربي؟ عافاكم جيبوا لي قشي. اجي اختي اجي. الضيفه ديالنا تعصبات بزاف وحلفات لك كملت البرنامج. كان خاص ضروري مراد يقول لها بلي شاركت معنا في برنامج طلعات وبلي كلشي مفبرك باش نقيسوا درجه الصبر والتحمل ديالها والمسامحه مره اخرى. هاد السيده راه معنا وهاد الجمهور كله راه معنا. تحيه لندى الداوي. ندى الداوي
ندى الداوي فنانة متميزة، نجمة التشخيص والتمثيل في المغرب. بغينا نقيسوا درجة الصبر ديالها والتحمل ديالها. كانت معنا النجمة المغربية التلفزيونية ندى الداوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو اليوم الذي سنتحدث فيه عن حكم تربية الكلاب في المنزل في الإسلام. في الإسلام تعتبر الكلاب حيوانات نفاذة، ويتم الإشارة إلى الكلاب في القرآن الكريم في عدة مواضع. على سبيل المثال في سورة الكهف يتحدث القرآن الكريم عن رجل أصحاب الكهف الذي كان يحمل كلبا معه، وفي سورة الأعراف يتحدث القرآن الكريم عن كلبين حملهما صاحب الكهف معه. ومع ذلك هناك بعض الأحكام المتعلقة بتربية الكلاب في المنزل. على سبيل المثال في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في بيته كلب ليس بكلب مرعب لم تقبل منها الملائكة صلاة. ويتضح من هذا الحديث أن الكلاب التي تكون مرعبة لا ينبغي أن تربى في المنزل. ومن الأحكام الأخرى التي تتعلق بتربية الكلاب في المنزل في الإسلام هي الحاجة إلى تنظيفها والاعتناء بها بشكل صحيح، وعدم السماح لها بالدخول إلى المكان الذي يؤدي فيه الصلاة. ومن الجدير بالذكر أن على الرغم من وجود هذه الأحكام إلا أن تربية الكلاب في المنزل تعتبر مشروعة في الإسلام، وخاصة في حال كانت الكلاب تستخدم في الصيد أو الحراسة أو غير ذلك من الأغراض.